رضا عبد العال. كابتن محمود ابو الدهب، قبل ما اروح لتقييماتكم كابتن للنادي الاهلي، اللعيبه النهارده وادائهم، الاهلي يعمل ايه عشان يكسب ريال مدريد الماتش الجاي؟ كلنا نقعد ندعي من هنا اليوم الماتش. لا بتكلم بجد، كوره. لا كرة صعب، انما انت هي كانت صعبه. كوره، كوره ما فيش مستحيل في الكوره. والدعاء وحش. لا الدعاء طبعا ده اهم شيء. اهم من الفنيات واهم من الخطه واهم من اي حاجه. ادعي ان ربنا يكرم ده الأهلي. مثلا اوكي، بس لكن انا فكريا عن في نفسي- الكوره اديني فكرك بتاع كابتن رضا عبد العال جوارديولا. لا وقف لغاية السبيشال كده. بتاع لا مصر. وقف لغايه الماتش ده. وقف وقف. وقف لغايه الماتش ده خلاص. يبقى الراجل الله يكون في عونه بقى. لا ليه؟ ما انت هتلعب بثلاث ديفندرات، ده ما هو ده فيش. التفكير بتاع كابتن رضا، ان هو يعمل ثلاثه. هو يلعب اذا كان في الماتشين اللي فاتوا لعب بثلاثه، هيجي في ماتش ريال مدريد هيفتح الدنيا ويلعب باثنين بس. ممكن يلعب باربعه. يا ريت يا ريت. 4-4-2 دي ما اتلعبت قبل كده، 4-4-1-1 دي برضو يعني مش دفاعيه. والله بيقرا الجيم لغايه، بس يقرا بدري بقى ويشوف الدنيا تبقى توصل لغايه فين وبعد كده يعدل. ما عندناش مشكلة. صعب يعني الاهلي يكسب. هي بص، بعد كاس العالم ده ما فيش حاجه اسمها صعب. بس اللي انا شايفه بالحاله اللي فيها النادي الاهلي دي بالمدير الفني صعب. اه لان الخوف هيتنقل للعيبه الاهلي، مش هتأدي كويس. حتى في عدم وجود بنزيما، ميليتاو ومندي يا عم انت بتلاعب فاسكيز. فرقه كوره، فرقه كوره يعني، بغض النظر، لان دي استراتيجيه وفلسفه بيلعبوا بيها طول الماتشات كلها. غاب فلان ماشي، النجوم ده بالعكس، ده انت النجوم ممكن يخافوا على نفسهم اكتر من اللعيبه اللي عايزه تثبت نفسها يا فاروق. يعني من اللعيبه اللي ممكن، اللي هي مثلا بنزيما وما اعرفش مين التاني المصاب ولا التالت، ممكن دولت يعني مع وائل جمعه كان بيتألق مع النجوم ليه؟ لان بيبقوا برضه خايفين على رجليهم. خوفهم هو برضه. واخد بالك؟ انما دولت تخاف منهم بقى، لان كله عايز يثبت نفسه وعايز يقول لك ان انا من غير بنزيما وانا اهو عايز احجز مكان في ريال مدريد. لا طيب كابتن وداد،